بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا غائبا في الثرى تبلى محاسن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتعبت عيني بالبكاء وعمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. أتعبت عيني بالبكاء وعمرت قلبي بالفداء ورأيت دمعك حائرا قد سال دمعك من عنائي. ترضى الفراق وتشتكي بعد المسافة والعناء ورضيت بعدا ساحقا قد يعتلي أفق السماء. بعد المسافة والعناء ورضيت محمد عكاشة رجل من الرجال الغيورين على حرمات الإسلام، يبلغ من العمر حوالي 55 سنة، متزوج وله 3 بنات وطفل عبد الرحمن. لم يثنيه كبر سنه عن تقديم ما بمثله أن يقدمه لدين الواحد الديان. اعتقل رحمه الله في التسعينات من القرن الماضي، حيث سجن لمدة 3 سنوات ثم أطلق سراحه، كما قد تم تجريده من بعض حقوقه المدنية. بقي رحمه الله ثابتا ينصر دينه بما استطاع، وكان رحمه الله لا تقر عينه إلا بسماع انتصارات الأبطال في مختلف الجبهات. كان غيورا على دينه، وكان أكثر ما يحزنه ويغبط قلبه تعذيب الأسرى، وعلى رأسهم المشايخ في سجون الظالمين. واعتقل رحمه الله مرة أخرى مع بعض إخوانه ومن بينهم فضيلة الشيخ أبي حفص سفيان حفظه الله، بتهمة الإشادة والتشجيع عن أعمال الإرهابية. وكان سبب اعتقاله وشاية من قبل مرجئي خبيث، حكم عليه ب3 سنوات سجن. وسبحان الله، كان قدر الله بانتظاره وهو في السجن، فقضى رحمه الله نحبه ومات مسجونا، ولم يبق على خروجه سوى 5 أشهر أو أقل. لا نعرف لحد الآن تفاصيل وفاته إلا قرار الطبيب، فعند صدور بيان التشريح قيل أنه سرطان في الكبد، وأثناء تفصيله لم نلحظ فيه أثر ذلك المرض الذي ينخر صاحبه ويجعله لحما على عظم، بل وجدناه هو كما تركناه من قبل. فرحمك الله يا عكاشة، وأسكنك فسيح جنانه،
وألحقك بالنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. تعاونوا قتل وهتك واعتداء، إن الطغاة تجبروا والمسلمون على الغناء، إن الطغاة تعاونوا قتل وهتك واعتداء. أدمت عني بالبكاء وعمرت قلبي بالفداء، ورأيت دمع. أخونا ناله من البلاء ما ناله، سواء من الذين طغوا في البلاد وظلموا وجاروا، وسواء الذين دلسوا ولبسوا من المرجئة الخبثاء. أتدرون ما هي التهمة؟ التهمة هي لا إله إلا الله. التهمة هي لا إله إلا الله. الله أكبر. هذه التهمة. اسألوا أنفسكم لماذا سجن وغيره لا زال مقبوعين في السجون؟ هم أبوا إلا تحكيم لا إله إلا الله، والذين سجنوهم أبوا إلا تنحية شريعة الرحمن. نحن أهل الإسلام أليس من حقنا أن نحب أن نتحاكم إلى الإسلام؟ فلماذا تفرض علينا قانون الشرق وقانون الغرب ونحن أهل لا إله إلا الله؟ نحن قلنا لهم حكموا شريعة الإسلام وهم يعذبوننا لأننا نريد هذا المطلب. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا أخانا محمد عكاشة لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إن لله